ان احنا يا استاذه كبلد زراعيه، صح؟ صح. مش احنا كبلد زراعيه؟ اكيد. طيب انت شايفه زراعيه في الموضوع؟ في زراعه في الموضوع اكيد. لا مفيش زراعه في الموضوع اساسا. ازاي؟ مش هم بقى لهم 30 سنه بيقول لك روحوا ازرعوا الصحراء؟ زراعه الصحراء حاجه ما حصلش زراعه صحراء. حقيقي. نسال نفسينا بقى صح. ليه ما حصلش زراعه صحراء؟ لان الشاب من دول يا استاذه بيروح الصحراء بيتفحت وبيتشقلب ووشه بيقشر حقيقي. وفي الاخر يكسب 2 جنيه في الكيلو الطماطم. دي حقيقه. صح. فما بيروحش. صح. هنا بقى ناخد لحظه دماغ ونفهم ونقول ايه بقى؟ لا يا جماعه احنا مش هنزرع طماطم. انا بزعل من الطماطم دي يا استاذ. احنا نزرع حشيش. نعم. نزرع حشيش يا استاذ. حشيش. نزرع حشيش. بس ما فيش ولا دولة في العالم هتقبل حاجة زي دي. مفيش دولة في انت بتقولي اي كلام يا استاذة. طب صلي على النبي ما شاء الله. طب انا اقول لحضرتك على حاجة. اتفضل. الحشيش ده ربنا اللي خلقه ولا مش خلقه؟ سبحان الله اكيد. الله يبارك لك. طب الحشيش ده زرع ونبات اخضر وعشب طيب ولا احنا عاملينه؟ زرع. ولا انا عامله من بيتنا؟ جايبه من بيتنا انا الحشيش ده. زرع ربنا خلقه. خلاص يا ناس ده زرع. يعني انا دلوقتي يا استاذة لو عرفت دلوقتي ان النعناع بيعمل دماغ، قمت انا جايب سيجارتين كده ولافف سيجارتين نعناع وشاربهم، تحبسوني؟ لا بس النعناع تحبسوني بقى يا استاذه عشان شارب سيجارتين نعناع وحد يقول لي انت داخل فيها شامبر، اقول له داخل في سيجارتين نعناع. مفيش حد بيدخل في ما هو مفيش ده ما بيحصلش. بس ما هو لو عرف ان هو بيعمل دماغ هيدخلونا. ما هو انت هتتبسط هنحبسك.